إخواني الرياضيين، إخواتي الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا. بنقشور احنا وجهنا له رسالة في الحلقة الماضية، طبعا دعوة كريمة ان يكون معنا ضيف ان شاء الله عبر التواصل الاجتماعي، او حتى نكون ان شاء الله موجودين في كازابلانكا الدار البيضاء القلب النابض للمغرب، لتوضيح بعض الامور التي تخص المنظومة الرياضية المغربية بخصوص بعض الاخطاء التحكيمية، النقل التلفزيوني، مشكلة كذلك الجماهير، وبعض المشاكل المتعلقة كذلك في الدوري المغربي. ثق تماما أن الدوري المغربي الآن في تراجع مستمر. ثق تماما أن الآن الدوري المغربي في تراجع مستمر. أنا ما أوجه الرسالة للجامعة الملكية برئاسة فوزي لغجع، لا، هم عندهم مسؤوليات كثيرة، عندهم مسؤوليات المنتخبات وعمل كبير وعملهم ناجح، ولكن في بعض الملاحظات عليكم أنتم كمسؤولين في الدوري المغربي اتخاذ بعض الإجراءات القوية والصارمة، خاصة بخصوص الأخطاء التحكيمية. وجهنا لك رسالة، وإن شاء الله طبعا أنا تواصلت معك عبر الواتساب، ومفروض ما أقولها بصراحة على الهواء، ولكن أقولها، ما في رد لحد الآن، وإن شاء الله يكون في رد منك، يكون في لقاء حبي، ونتشرف أن يكون في لقاء حبي معك لطرح بعض الأسئلة المهمة والتساؤلات من الشارع الرياضي المغربي، لأن الوضع جدا متراجع وأشبه بالخطير. يتنحل المشاكل الإدارية والفنية في الدوري المغربي، أو يكون هناك تراجع كبير. نحن ما نتكلم عن الشعارات والأندية، لا، بلقشور يمثل النادي الفلاني والنادي الفلاني وعبد الله، لا 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 لا، نتكلم كمنظومة عمل، كنجاح، كسيستم دوري. هذا اللي نتكلم منه أبو أحمد، لأن فعلا الدوري المغربي تراجع شوية بخصوص بعض الأخطاء التحكيمية، أو حتى النقل التلفزيوني المضحك بصراحة. النقل التلفزيوني المضحك بصراحة كان مسلسل في الثمانينات. وين الكاميرا رايحة فوق؟ وين انتوا؟ وين والدوريات الثانية وين؟ أنا ما أنتقد، والله انتقادي بناء، حبي لهذا الدوري بس. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.